عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتنا، قناة القراءة أسرار وحكايات. النهاردة يا جماعة هكلمكم على أحد أبطالنا في ثورة 19، وده البطل التاني بعد أحمد عبد الحي كيرة. في فترة ثورة 19 كان في صفحات مضيئة وأبطال منيرة موجودين معانا. ما تيجي نشوف بطلنا؟ يلا بينا. حكايتنا النهاردة عن طالب اسمه عبد القادر شحاتة الشهير بالجن. اسمه عبد القادر شحاتة، كان طالب في المدرسة الإلهامية. المدرسة الإلهامية دي أسستها زوجة الخديوي أمينة إلهامي، زوجة الخديوي توفيق، عشان يتعلموا المصريين الصراعات المختلفة. عبد القادر شحاتة كان بيقعد على قهوة في باب الخلق، واتعرف على شاب كان اسمه أو هم عرفوه اسمه الأخ فهمي. الأخ فهمي ده كان كل يوم بيجي متنكر في شكل، مرة عامل، مرة عسكري، مرة فلاح. كان شخصية غريبة جدا. مين الأخ فهمي ده؟ أحمد عبد الحي كيرة. أحمد عبد الحي كيرة قدر يجند عبد القادر شحاتة للعمل الوطني. في الوقت ده سعد باشا زغلول قال محدش يقبل الوزارة تحت الحكم البريطاني. ليه؟ لأن الاحتلال البريطاني كان عنده مشروعات في السودان ممكن تهدد مصر بحصتها في المية. وفعلا محدش قدر وقبل يقبل وزارة الري خالص، لدرجة ان يوسف وهبة باشا خد شخص وطني اسمه محمود فايد بيك، خده للسلطان فؤاد عشان يقبل وزارة الري. لكن محمود فايد رفض تام بوطنية واعتذر للسلطان. اضطر السلطان يعمل مجموعة من الإغراءات، حوافز ومرتبات استثنائية عشان حد يقبل وزارة. لكن محدش كان عايز يقبل وزارة، في واحد بس هو اللي قبلها. مين هو؟ واحد اسمه محمد شفيق باشا. محمد شفيق باشا لما قبل وزارة اضطر الجهاز السري لثورة 19 ان هو يقرر ان هو يقتله، واختاروا للعملية دي الطالب عبد القادر شحاتة. الأخ فهمي اللي هو أحمد عبد الحي كيرة في الحوار مع عبد القادر شحاتة قال له عندك استعداد تقتل محمد شفيق باشا؟ قال له طبعا. قال له هترمي عليه القنبلة؟ قال له ماشي. قال له بس خلي بالك انت ممكن تموت. قال له انا موافق. قال له طيب بص، احنا عملنا الخطة. محمد شفيق باشا بيتحرك كل يوم بعربيته، بيوصل في حتة في ميدان العباسية الساعة 9 الا تلت. انت اللي هتعمله انك هتقف هناك وهتكون لابس لبس طباخ، معاك سبت فيه القنبلة. بعد ما تخلص هتعدي على خرابة، هتتخلص من اللبس بتاعك وترميه في الخرابة دي وتكمل عادي، بس ما تباتش في بيتك. وافق عبد القادر، وبالليل استلم لبس الطباخ، وبعد كده في اليوم التاني اتنكر في زي طباخ، شال السبت بتاعه وقعد مستني في المنطقة المختارة في العباسية. وكان في إشارة، الإشارة دي عبارة عن إيه؟ عند لما يقرب محمد شفيق باشا هيجي قبل محمد شفيق باشا بلحظات شاب راكب موتوسيكل، هيقع منه جرنان على الأرض، فهينزل ويميل وياخد الجرنان ويمشي. هتيجي بعديها عربية محمد شفيق باشا. المهم استنى عبد القادر شحاتة في الميعاد 9 الا تلت، لكن مفاجأة ما جاتش الإشارة ولا جت عربية الباشا محمد شفيق باشا. لكن حصلت حاجة غريبة قوي. كان في ضابط إنجليزي قابله، قال له أنت قاعد ليه هنا يا ابن الكلب؟ قال له أنت بتشتم ليه يا خواجة؟ أنت اللي ابن كلب. أنا قاعد مستني الباشا عشان أديله أكل لابنه اللي هيروح المدرسة. عايز تفتش السبت فتشه. فالمهم الضابط سابه وراح ماشي. عبد القادر شحاتة
قعد مستني لغاية الساعة 11. بعد كده أدرك إن مفيش حد جاي. المهم اتخلص من اللبس بسرعة وخبى السبت وراح لبيته. أول ما دخل بيته لقى مين؟ لقى الأخ فهمي أو الأحمد عبد الحي كيرة موجود مستنيه. فقال له أنا مبسوط منك جدا يا عبد القادر، أنت النهاردة تستاهل جايزة. قال له ليه؟ قال له عشان الثبات اللي أنت كنت فيه مع الضابط الإنجليزي. قال له طيب ماشي، هو الباشا ما جاش ليه؟ اللي هو محمد شفيق باشا. قال له ده جاته حالة وفاة وسافر يعزي في بني سويف، لكن الخطة اتأجلت لبكرة. بس انت مش هتنكر في زي طباخ، هتنكر في زي عسكري بوليس. قال له ماشي. استلم لبس العسكري وخد علبة كرتون فيها القنبلة والمسدسات واستنى في الساعة 9 إلا تلت. جت بقى الإشارة هنا، جه الموتوسيكل وقع منه جرنان. وبعد كده خد الجرنان ومشي. جت عربية الباشا، لكن حصلت حاجة غريبة جدا. العربية بتاعت الباشا ما كانش فيها محمد شفيق باشا، امال كان فيها مين؟ كان فيها 2 ستات. في رواية تانية بتقولك كان فيها طفلين. فكر عبد القادر انه لا، هو هيقتل الراجل ده، لكن ايه ذنب اسرته؟ فروح البيت وما لماش القنبلة. اول ما روح البيت لقى الاخ فهمي موجود. قال له انت ما رميتش القنبلة ليه؟ فحكى له الحكاية. قال له احنا هنقتل الراجل ده، لكن ايه ذنب اسرته؟ فما عرفش يرد الاخ فهمي او احمد عبد الحي كير. قال له خلاص، بكره في نفس الميعاد هتنفذ، لكن هتنكر في زي عامل، لكن عبد القادر تنفذ المهمه واخلص. نكر في لبس عامل واستنى عربيه شفيق باشا. وجات الاشاره الموتوسيكل، وجي نفس اللي حصل، ان هو وقع من الموتوسيكل الجرنان وخد الجرنان ومشي. وبعدين جت عربيه الباشا، كان محمد شفيق باشا موجود بقى. اول ما جت عربيه محمد شفيق باشا، عبد القادر قرب منها ورمى القنبله وقال له خدها يا خاين. اول ما القنبله انفجرت سمع صوت محمد شفيق باشا وهو بيقول له قتلتني يا خاين. حصل دخان كبير. جري عبد القادر شحاته ناحيه الخرابه وتخلص من اللبس اللي متفقين عليه. وبعدين لقى في 2 بيجروا وراه. ضرب من المثلثات اللي معاه طلقتين في الهواء، وجري ناحيه مدرسه قبطيه. وفي حد خد منه المسدسات، لكن هم البوليس حاصر المدرسة وقبض عليه، وتم تعذيبه تعذيب بشع كبير، وتم الحكم عليه بالإعدام. لكن أثناء التحقيقات جات له رسالة غريبة قوي من التنظيم. قالوا له لما يسألك حد كنت بايت فين أثناء الحادثة، أو قال لهم كنت بايت عند واحدة اسمها دولة فهمي. هو استغرب قوي، وما عرفش حد اسمه دولة فهمي. نفذ المطلوب. فالمهم فعلا بيسألوه انت كنت بايت فين قبل الحادثة وكده وبتاع وتحضير للحادثة وبتاع. قال لهم كنت بايت مع واحدة اسمها دولة فهمي. طبعا جابوها. الكلام ده يا جماعة في سنة 1920، يعني ما فيش ست اساسا بتقابل راجل. زارته في جابوها في التحقيق متربطة من ظهرها وفكوها. قالت له حبيبي عملوا فيك ايه؟ هو البرجل مش عارف يتكلم. وقعد تبوسه وتقول له انت عاملين عامل ايه وبتاع والحكايه والروايه. المهم اتحكم عليه بالاعدام شنقا، بس قعد 21 يوم مستني الاعدام ولابس البدله الحمراء. لكن جاله بعد كده ضابط وقال له ملك انجلترا خفف الحكم لغايه الاشغال الشقه المؤبده.
فعلا قعد 4 سنين يكسر صخر وزلط في الأشغال الشقة المؤبدة، لغاية لما تم الإفراج عنه على إيد سعد باشا زغلول. كان أول حاجة بعد ما طلع من السجن إنه يدور على دولة فهم. مين هي الست دي؟ قعد يدور عليها ويتحرى عنها لأنه كان بيحبها جدا، وكان في السجن كانت يعني صورتها ما فرقتش خياله، حبها جدا. كل اللي قدر يعرفه في الأول إنها كانت نظرة مدرسة. قعد يسأل عليها يسأل عليها لغاية لما في الآخر خالص عرف إن أثناء التحقيقات لما هي اعترفت عليه والجرايد نشرت الموضوع، أهلها قتلوها، لأن ما عرفوش إنها بتعمل عمل وطني، قتلوها. محدش عرف قصتها إلا قليل اللي كتبوا عنها زي مصطفى أمين وجمال بدوي. وعايزين نشكر أحمد مراد في رواية 1919 اللي حولها الفيلم كيرة والجن، اللي عرفونا على الأبطال المنسيين دول. وزي ما قلت لكم، القراءة يعني حكايات، يعني أسرار، والقراءة أسرار وحكايات. ما تنسوش الاشتراك في القناة. أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.